في ظل مدعكة القايمة اللي مزعلاكم قوي دي، الفيديو ده بعنوان احمد ربنا على اللي انت فيه. ان حضرتك لو كنت في اندونيسيا وخصوصا في جزيرة جاوا، فالقانون المحلي هناك بيحتم على العريس ان هو يجمع 25 ديل فار. هو في ايه يابا؟ اسأل امك. فينا علينا زرع على اختك وعليك وعلى امك. الله، وانا مالي يا لمبي؟ ايه امال هيدوك رخصة الجواز ببلاش يعني؟ يعني احنا بدل ما نروح ننقي السيراميك مع بعض هنروح نصطاد فيران ضاع الحمام المغربي. والسبب اللي خلى الدولة اصلا تعمل التقليد الغريب ده ان هم كانوا عايزين يتخلصوا من الفيران اللي بتاكل محاصيل الرز. اما بقى تنزانيا فدول ناس غلابة قوي يا خال، بيحطوا العريس من دول يا عين امه في الغابة. لا مش عشان يختبروه هو بيخاف من الضلمة ولا لا، ده لازم يصارع اسد ويقتله، ولو قتله يبقى هو كده جدير ببنتنا وراجل ويقدر يحمي عيلته. ده لو عاش اصلا حضرتك، ولو مات الرجاله كتير هنا هاتوا غيره. اما بقى بعض الجزر في المحيط الهادي قالت لك اسود ايه وفيران ايه الهبل ده؟ طب والله الحمد لله، المهر عندكم ايه بقى؟ قالت لك والله اللي عايز يتجوز يصطاد كميه محترمه كده من الدبان. دبان ايه حضرتك؟ ما ان شاء الله عني ما اتجوزت، ايه المهر المعفن ده؟ اما بقى تنزانيا دول ناس حلوين خالص ومؤدبين الصراحه، بيخلوا العريس من دول يزخرف معلقه خشب بايديه ويديها لعروسته. طب والله ده شيء جميل، على الاقل تبقى ذكرى حلوه كده. بس خد بالك لو حد ساعدك او مامتك قالت لك هات يا عين امك لما اعملها لك، هتبقى انسان غير امين وبنتنا مستحيل تتجوزك. اما بقى المعلقه لو عجبت العروسه وطلعت حلوه فكده حضرتك انسان امين وهتوفر لها الطعام. طعام يا حضرتك؟ هو انت متجوز كلبه؟ وفي جنوب السودان بقى الثروه الحقيقيه هي البقر. لا يا اخي، مش البقر اللي بنقابلهم كل يوم دول، البقر الحقيقي اللي بيتاكل. وده بقى بيخلي الجواز مكلف جدا. ما شوف البقر بكام، ودول مش بياخدوا واحده ولا اتنين، دول بياخدوا عشرات البقر. يا اخي ان شاء الله عننا ما اتجوزنا، ده احنا نيش ومش قادرين عليه. اما اخر مهر معانا فهو الرقص. والله زي ما بقولك كده، ومش العروسه اللي بترقص، ده العريس، وبيقفوا رجاله كده في صفوف وبيقعدوا يرقصوا، والبنات بقى بيختاروا العريس على حسب رقصه وايقاعه كده وبيرقص حلو ولا لا. لا خير ان شاء الله كلنا هنتجوز. عشان بس اللي شايف ان الجواز في مصر حاجه تانية، قصدي حاجه صعبه، يحط لسانه جوه بقه ويتجوز وهو ساكت. وانت برضو يا حاجه ما فيهاش حاجه لو تسكتي شويه وتخلي الجوازه تمشي. خف على الواد ابوس ايدك.